بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن قديس جندي عظيم جدا اسمه هيروتا. كان القديس هيروتا من اهل سماسطة. دلوقتي المدينة دي موجودة بنفس الاسم وتابعة لمحافظة بني سويف. زمان في زمن الاضطهاد اللي اثاره الامبراطور ديوكليديانوس كان قديسنا بيحب ربنا جدا من صغره، وفكر مرة وهو قاعد على سريره في زوال العالم ده، واشتهى جدا ان هو يسفك دمه على اسم الرب يسوع. فراح ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل واداله السلام وقال له ما تخافش، لأن ربنا يسوع المسيح أعد ليك إكليل وعرش مجيد في ملكوت السماوات. ووعده رئيس الملائكة بأنه هيكون معاه في مكان التعذيب، وإن العذابات اللي هتحصل له مش هتأثر على جسده. فراح قام القديس الأنبا هيروتا وفرحان جدا، وراح خرج من المدينة بعد ما صلى، وراح لمجلس الوالي وصرخ بشجاعة وقال له أنا مسيحي. فراح سأله الوالي انت بلدك ايه واسمك ايه ومين عشيرتك؟ فراح جاوبه قديسنا هيروتا وقال له أنا من سماسطة من إقليم البهنسة، وكنت من صغري جندي في خدمة الملك. فراح قال له لوكيانوس الوالي انت مستعد ان انت تضحي للإلهين أبولو وأرتميس؟ على فكرة انت لو عملت كده أنا هخليك مقدم على سائر الأجناد وهديك فلوس كتير جدا. فراح جاوبه قديسنا وقال له مكتوب في الأسفار المقدسة ويل للرجل الذي يتكل على الإنسان وطوبى للرجل الذي على الرب متكله. أنا مش هضحي للأوثان النجسة لأن الله هو رجائي. فراح غضب الوالي جدا وراح أمر العساكر بأن هما يجلدوه ويعذبوه. فراحوا العساكر ضربوه بقضبان حديدية وعصيان مصنوعة من أشجار مليانة أشواك لغاية ما سال دمه على الأرض زي المية. وفي الوقت ده راح ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل من السماء وشفاه من كل جراحاته فرجع سليم. ولما كل الناس اللي حواليه شافت المعجزة العظيمة دي أمنوا بالمسيح واستشهدوا على اسمه، وكان عددهم 500 راجل. ولما تعب الوالي من تعذيبه راح أمر الجنود بأن هم يقطعوا راسه بحد السيف، ونال إكليل الشهادة في ملكوت السماوات. وفي اليوم 25 من شهر بشمس وبعد 7 شهور من استشهاد قديسنا جه ناس من عشيرته وراحوا حملوا جسده لمدينة سماسطة وحطوه هناك في كنيسة بنوها ليه باسمه. وحصل من جسده عجائب ومعجزات كتيرة جدا، وبالأخص لشفاء المرضى، وناس كتيرة بقت تجيله من كل مكان عشان تتبارك بيه ويتشفوا من أمراضهم. بركة صلاته وشفاعته تكون مع جميعنا أمين، وربنا المجد الدائم أبديا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس العظيم هيروتا الجندي ابعتها لكل الناس وتابع صفحتي، واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.